السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نبدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جاي لنا شوية خضار النهارده، طماطم وخيار، فطبعا يعني كمية ما شاء الله حلوة، مش هتخلص على طول يعني، فهنغسلها كويس وهنشوف ازاي هنحتفظ بيها في التلاجة لمدة طويلة، يعني لأطول مدة ممكنة، يعني عشان ايه؟ الحاجة غالية وحرام الحاجة تبوظ مننا. هنبدأ في غسيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الفرشة بتاعتنا كده عشان نضمن نظافتها، ما تبقاش فيها حاجة. ما شاء الله. حياتي يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. احنا بنذكر بعضنا، انا عارفه ان احنا كلنا شاطرين والله، بس بنذكر بعضنا، بس حاجات بسيطه يمكن يكون تايهه عن نفسي عن بالنا، يعني بنذكر بعضنا مش اكتر. ويا رب ربنا يوفق الجميع ويشفي كل مريض فينا، ويرحم امواتنا وحبايبنا كلهم يا رب، ويرحم كل مريض وكل ميت يا رب. يا حبايبي انا خلصت غسيل اول مره، هعيد عليه كمان مره وانا شطفه بقى عشان يبقى نضيف. خيار ما شاء الله صغير وجميل اهو، يعني ربنا يبارك في اللي جايب يا رب، ما تحرمش منه ابدا. خيار صغير بلدي فلاحي جميل اهو. نعيد عليه بقى غسيل تاني عشان بعد كده اسيبه يصفى بقى براحته، عشان ما نشفش بقى بفوطه ولا حاجه. طماطم ما شاء الله برضو حلوه هي، ما شاء الله هي. اللهم بارك يا رب بالهنا والشفا للي ياكل. ده انا احط كله بقى يصفى عشان ايه؟ يصفى من ميته، عشان ما نشفش بقى لا بفوطه ولا بمناديل ولا حاجه. اهو يا حبايبي الخضار نشف من ميته خالص اهوت، ما عادش فيه اي ميه خالص اهوت. سبته لما نشف براحته، يعني ما عادش فيه ميه خالص اهو. طبعا احنا مش بنشيل الحاجات دي لان الحاجات دي هي بتاخد منها غذاء برضو، مش هنشيلها نرميها الوقت لما نيجي نستعمله بس. هنا عندي علبه اهيت، علبه من بتوع التلاجة، علبه من بتوع التلاجة اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي علبه من بتوع التلاجة. وهنا عندي مناديل، عندي مناديل من بتاعه المطبخ اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنحط طبقه تحت كده، طبقه تحت اهيت، يا رب يكون واضح. هنبدأ بقى نرص هنا الخيار كده اهوت، ومناديل، طبقة مناديل وكده اهوت. لغاية ما نخلص الكمية اللي عندنا. طبقة مناديل تانية برضو، كل طبقة وطبقة، ما بين كل حاجة طبقة وطبقة نحط مناديل كده اهو. لا يقعد بقى اقصى مدة ممكنة، يعني اطول مدة ممكنة، يبقى حلو وكأن لسه جاي بالظبط، ولا يجرى له اي حاجة. بين كل طبقة وطبقة بنحط منديل كده. واخر حاجة اهوت برضو كده منديل فوق كده اهوت، ونقفل العلبة بقى كويس كده. لازم نطلع الهواء اللي في العلبة، ميبقاش فيها هواء خالص اهو كده. ده الخيار
ودي برضو علبة للطماطم، برضو هنحط منديل تحت كده عشان يشرب المية لو في اي مية متصفية ولا حاجة اهوت. نحطها كده نرصها برضو كده اهيت. وبرضو طبقة مناديل 1 2 3 اهو كده اهيت. تقعد بقى اطول يعني فتره ممكنه في التلاجة، ما يجرى لهاش حاجه، لان حرام الحاجه غاليه وبتبوظ مننا، حرام اهوت كده. وهنقفل برضو عليها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ودعواتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه، ويا رب ما تحرمش منكم ابدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.